يا راجل احلف كده، طب عيني في عينك كده، يعني أنت شايف إن كيليان امبابي هو السبب في الأداء الجماعي اللي كنا بنلعب بيه النهارده، وجونزالو جارسيا المفروض يكون مكان كيليان امبابي هداف العالم وهداف الفريق واللي جايب 55% من أهداف ريال مدريد؟ هتقول لي يا عم ما هي مش بالأهداف، ما لو على أهداف سهلة ما الراجل ده حط هاتريك النهارده، صح، صح، أقسم بالله يا جماعة أنا بجد مش مصدق إن في جماهير البعض طبعًا من جماهير ريال مدريد بتفكر بالأسلوب ده. أول ما كيليان امبابي اتصاب لقيت في يعني جزء كده بيقول إن كيليان امبابي هو السبب في اللعب الفردي اللي بيلعبه ريال مدريد، وإن من غير كيليان امبابي ريال مدريد هيلعب جماعي، وأول ما ريال مدريد النهارده لعب جماعي وفاز بخماسية كلهم تقريبًا كانوا دخلوا بيقولوا لي: ها شُفت إن ده صح؟ يعني كيليان امبابي هو السبب، مش لاعب تاني مثلًا كل لعبه فردي والكورة بتتقطع منه، مش بس بتتقطع منه، دي بتتقطع منه ودايمًا بتترد عليك بهجمة خطيرة، ده لو ما دخلش منها جول أصلًا، مش بس بتترد عليك بهجمة مهمة، ده بيُقع على الأرض ويقعد يشتكي للحكم ويشتكي للجمهور ويشتكي لزمايله، وطبعًا الباشا الكورة بتتقطع منه ما بيرجعش يدافع ليه؟ لإنه سوبر ستار هو النجم، يعني مش اللاعب اللي بقى له 19 ماتش ما سجلش مثلًا هو المشكلة، يعني مش اللاعب اللي مضيّع 14 فرصة محققة للتسجيل مثلًا، 14 ده مش رقم مبالغ فيه، ده رقم حقيقي، يعني مش جايبه من بيتنا، المشكلة طلعت في كيليان امبابي صح؟ والله العظيم إحنا نستاهل، جماهير فرق العالم تضحك علينا.